لمحات من كيميت مع إسلام مكرم. نفر هيرو. كلنا بنحب البرفانات. هنتكلم النهاردة عن البرفانات في كيميت. كانت مهمة جدا على فكرة للأحياء وللأموات. كانت بتستخرج من زهور ذكية الرائحة، يعصروها ويخلطوها مع الدهون والكريمات اللي بتمتص الرائحة وتحتفظ بيها فتتحول إلى برفان. أهم هذه الزهور طبعا هي زهرة اللوتس، والمشهد ده اللي قدامنا بيصور عصر زهرة اللوتس. اسمها مكتوب أعلى المشهد على فكرة، اسمها سيشن. على فكرة كلمة سيشن دي هي أصل أسماء البنات حاليا، سوسن، سوزان، سوسانا إلى آخره. بالإضافة لزهرة اللوتس والفل والياسمين طبعا، هم أضافوا زهور كل أنواع الفاكهة زي البرتقال والتين والليمون وخلافه، وكانوا بيعملوا منها عطور برضو. من ناحية الطقوس الدينية كان في 7 أنواع من الزيوت العطرية كانوا بيحطوها دايما ويكتبوا أنواعها على لوح من الألاباستر، وهنلاقي في اللوح في 7 دوائر اللي كان بيتحط فيها ال7 أنواع المختلفة من العطور. اضغط متابعة للصفحة ولايك وشير. كيميت، أصل كل شيء.